الأسعار اتضربت في مقتل. انهيار الذهب يفاجئ الجميع، وده اللي هيحصل الأيام الجاية. تشتري ولا تبيع؟ انهيار الذهب في مصر والجرام بيسجل أقل سعر، فهل خلاص كده جنون الذهب ووصل لنهايته؟ دلوقتي الحكومة في مصر سمحت لأي حد مصري جاي من بره يجيب معاه كمية الذهب اللي هو عاوزها، سواء بقى كانت سبائك أو جنيهات أو مشغولات ذهبية. المهم إنه هيدخل البلد من غير ما يدفع عليها جنيه جمارك ولا رسوم، والقصة كلها إنه هيدفع بس ضريبة قيمة مضافة بقيمة 14% من سعر المصنعية على كل جرام. طيب يعني إيه الكلام ده؟ خلينا نفترض إن سعر المصنعية على الجرام الواحد 80 جنيه، يبقى اضرب 14% في 80 هيطلع لك 11 جنيه و20 قرش ضريبة على كل جرام هتدخل بيه مصر. طبعا انت دلوقتي بتسأل ايه اللي يخلي المصري يجيب دهب من بره وهو راجع. الفترة اللي فاتت حصل جنون في أسعار الدهب جوه مصر، لدرجة انها عدت السعر العالمي وبقت أعلى من الدول المجاورة لينا زي السعودية مثلا. الفرق في الجرام بيننا وبينهم وصل ل 700 جنيه تقريبا، وبكده المصري اللي بره ممكن يجيب الدهب ويبيعه هنا ويكسب في الفرق، أو يجيبه ويحتفظ بيه لو عاوز، وهيكون ساعتها بسعر أقل. والنصيحة الأهم هنا بقى اشتري سبائك مفيش عليها مصنعية زي المشغولات الذهبية، ده اللي أكدته وزارة التموين المسؤولة عن سوق الذهب في مصر. وطبعا لازم أي مصري عايش بره ياخد قرار بسرعة، لأن مدة إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم متاحة لمدة 6 شهور بس، ومحدش عارف الحكومة ممكن تجدد المبادرة بعد كده ولا هي فرصة واحدة وخلاص. بس هل معنى كده إن مبادرة الذهب مفيدة بس للمصريين في الخارج؟ السوق جاوب عليك وقال لك لا، انت كمان مستفيد. طيب ازاي؟ بص يا سيدي، السبب الرئيسي في أزمة الذهب الفترة اللي فاتت هو نقص المعروض أمام الطلب، وببساطة أكتر كل واحد معاه قرشين كان خايف على فلوسه قيمتها تقل، فيعمل ايه بقى؟ يحولهم لذهب. طبعا وسيلة ادخار عمرها ما خيبت مع المصريين، وطبعا ده رفع الطلب على الذهب، وفي نفس الوقت السوق ما قدرش يوفي طلبات الناس فسعر الذهب ضرب في العالي. تعال انت بقى هات الذهب من بره، اوتوماتيك هيزيد المعروض في السوق ويقل الضغط، وبكده الذهب سعره ينزل، وده اللي شفناه الأيام الأخيرة. جرام الذهب سعره تراجع 100 جنيه في اليوم. والسؤال دلوقتي بقى، هل هبوط أسعار الذهب مستمر ولا دي فترة مؤقتة وسعر المعدن الأصفر هيرجع تاني؟ المفاجأة إن في تقديرات سعرت القيمة للذهب ب 1900 جنيه للجرام عيار 21، وطبعا ده فرق كبير عن السعر الحالي. وحسب شعبة الذهب هبوط أسعار الأصفر ممكن يستمر لأسابيع، لكن مش هيكمل طول السنة. وأعتقد ده يجاوبك على أهم سؤال، الوقت الحالي مناسب للشراء ولا البيع؟ عشان الإجابة تبقى واضحة أكتر، اشتري ذهب دلوقتي، ولو اشتريت قبل كده بالغالي وخايف الذهب سعره ينزل أكتر، استنى شوية وما تتسرعش، لأنه عالميا الأسعار رايحة في سكة الارتفاع حتى لو فيها انخفاض حاليا. ودلوقتي قول لنا بقى، انت من الناس اللي اشترت فعلا ولا لسه بتفكر تشتري؟